لما نكتب في الإجازة فأجزت أن يروي عني بشرطه المعتبر عند أهل هذا الشأن. ما معنى هذا الكلام؟ وينه الجزائر وينه؟ معناه أنك ما سمعته تقول سمعته، وما قرأته على الشيء تقول قرأته، وما فاتك من حديث أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو 10 من عدة مواضع تعلمها وتقول أخبرني به شيخنا فريد الباجي من أول إلى آخره إلا كذا وكذا وكذا وكذا، فإني لم أسمعه منه، وإلا فتكون خيانة للأمانة عند المحدثين. ولو رأيتم في معجم المفهرس لأسانيد الحافظ ابن حجر العسقلاني فيقول في الإسناد وفاتني منه كذا إلى كذا لم أسمعه ولم أحضره كنت غائبا. وكذلك الإمام يحيى ابن يحيى الليث المصمودي راوي الموطأ، ونحن نقول الموطأ برواية يحيى الذي حضرت وقرأتموه عندي، بين أن بعض 3 أبواب لم يسمعها من مالك فاتته، فاضطر أن يسمعها من زياد بن شبطون التونسي فكتب ذلك في موطئه. إلى يوم هذا نروي بهذا الضبط. هذا الشيء الذي يتميز به المحدثون اسمه الضبط والإتقان والأمانة، ومن خان الأمانة لا يبارك الله له فيه. فلا يوجد إهمال وانفلات في أن تحدث عني سماعا ما لم تسمع منه، من تسمع مني فهذا كذب، والكذب في الدين من أكبر الكبائر.